هنعمل النهارده الجلاش الحلو الشربات عبارة عن كوبايتين من المية، كوبايتين من السكر، عصرة نص ليمونة، حطيتهم على النار يغلوا لمدة 8 دقايق. بعد كده عندي لفتين كاملين من الجلاش. هبدأ ان انا اقطع اول لفة. هو الجلاش بيكون مبروم كده معمول زي رول، تمام. احنا عند كل لفة، يعني عند كل 2 مضمومين على بعض بنقطع، يعني هنقطع لفة الجلاش ديت ل5 اجزاء بالعرض مش بالطول. يعني هو بيكون ملفوف كده، كل تحديدة متحددة مكان لفة الجلاش هنبدأ نقطع من عندها. قطعته ل5 أجزاء، وبعد كده جبت عند صينية الفرن، دهنتها بزيت بس كمية كويسة. بدهنها على قد ما اقدر، حتى الجوانب برضو كنت دهنيها. بعد كده خدت عندي انا كنت مقطعه طبعا ل5 اجزاء، كل جزء بقسمه نصين. لفة الجلاش كانت حوالي عن 16 قطعة، تمام. القطعة كنت يعني القطعة الواحدة كنت بقسمها على 2، كل قطعة كنت بعملها لاتنين 8 وحدات. الأجزاء اللي أنا قطعتها يعني، كنت باخد كل 8 وببدأ إن أنا أعملها زي لفة السمبوسة كده، أو نظام المثلث زي اللي احنا بنشتريه جاهز يعني من بره. بصراحة كان بيتبقى معايا في كل واحدة يعني زوايد وكده، مش كانت بتعمل مثلث تاني، كنت دول باخدهم في الآخر وبعملهم عندي زي رولات كده، بعملهم يعني جلاش صوابع، هتشوفوها في آخر الفيديو برضو، اللي هي الجزء اللي متقطع في الجنب ده شكلها بعد ما انا بدأت اقطعها وخلاص خلصت الكمية كلها عندي بقى اللفة التانية من الجلاش. هقطعها ل4 أجزاء بالتساوي. أول حاجة قطعتها لنصين بالتساوي بالطول. بعد كده هبدأ أقطعها عندي، هضم الجزئين دول على بعض وهبدأ أقطعها عندي بالعرض. أهم حاجة بس إن هي تكون بالتساوي عشان يكون شكلها حلو. بعد كده بقى خدتها على جنب وغطيتها. أهم حاجة وانت بتشتغلي في الجلاش إن هو يكون متغطي عشان ما ينشفش عندك ويبدأ يتكسر منك. بعد كده باخد كل ورقتين مع بعض بدهنهم زيت وببدأ ألفها زي ما انتوا شايفينها كده، بس مش بضغط قوي عشان يطلع مورق وما يبقاش ناشف، ما يبقاش طري ومكتوم من جوه، لا يبقى ناشف كده وبيقرمش. عملت كمان واحدة برضو اهيت عصيان الشيش طاووق، بحطها في النص بعد ما بدهن زيت، ورقتين بس اللي انا بلفهم، وابدأ ان انا اضغطها زي ما انتوا شايفينها كده، وببدأ اخد الطرف في البداية على طرف النهاية. كمان واحدة برضو دهنتها زيت، وبعد كده لفتها بعصيان الشيش طاووق، كنت حطاهم في النص وبدأت ان انا اضغطها لفة البداية على لفة النهاية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بعد كده عندي 1.5 كوباية من السمنة المتسيحة، يفضل ان هي تكون سمنة عشان الزيت بصراحة بيخلي طعمها مش قد كده. سيحتها وبعد كده سقسقت بيها الجلاش عندي زي ما انتوا شايفينه كده. بحاول ان انا املاه سمنه على قد ما اقدر. بعد كده احنا هنصفي السمنه، بس امليه سمنه على قد ما تقدري عشان يطلع مقرمش ومش يبقى طري ومعجن من جوه. بعد كده دخلته عندي الفرن على درجه حراره 200، الرف الاوسط. بعد كده بدات احضر بقى اللي هي التشكيل اللي انا هشكل بيه. عندي لون طعام اخضر، بدات ان انا اقلبه في معلقه صغيره من الميه. وعندي سوداني متقشر، بدأت برضو اقلبه في اللون وكده، ودخلته عندي الميكروف لمدة 3 دقايق لحد ما اتحمص عندي. ممكن احمصه في الفرن، احمصه على البوتاجاز، اي حاجة عادي. وبدأت ان انا افرمه في الكبة فرمة خشنة. بعد كده الجلاش عندي كان استوى خلاص واتحمر، شغلت عليه الشواية اخر 3 دقايق لحد ما اخد لون. وصفيته من الزيت. اول ما بيطلع بالفرن بصفيه من الزيت عشان مش يبقى تقيل ومش تعرفوا تاكلوه ويكون طعمه مش حلو. بعد ما خلاص صفيته من الزيت وكده، عندي الشربات، شربات سخنة والجلاش بارد. وبدأت ان انا امسك كل واحدة جلاشة اسقسقها في الشربات كده، يعني مش بكب الشربات عليها، لا، كل واحدة بمسكها احطها في شربات حوالي مثلا بعد من 1 ل10 واشيلها تاني واحدة بواحدة، علشان مش تكون طرية قوي ومعجنة وكده، لا تبقى ناشفة برضو وتكون مسكرة وطعمها حلو. بعد كده حضرت عندي الكاسترد، عبارة عن 2 كوباية من اللبن، 3 معالق من الكاسترد ومعلقتين كبار من السكر، وقلبتهم على البارد، رفعتهم على النار لحد ما عمل عندي بقوام المهلبية. وبدأت ان انا اجيب الجلاش عندي وبدأت احشيه كاسترد زي ما انتوا شايفينه كده، والفستق الكداب بقى اللي احنا عملناه مع بعض. ما شاء الله يا بنات كان شكلها حلو وكان طعمها تحفة. اهم حاجه ان انتي اول حاجه تصفي الجلاش من السمنه
على قد ما تقدري، ومش تكبّي الشربات على الجلاش، لأ، امسكي واحدة، واحدة وسقسقيها في الشربات، ما شاء الله بيطلع طعمه تحفة وبيكون مقرمش وبيكون شكله ما شاء الله.